عليه ان يعيد ان يصحح العلاقه مع المملكه المغربيه على قيد سعيد، ان يدرك على انه من خلال القرار، من خلال الخطوه التي اقدم عليها، هو تنكر للتاريخ، هو تنكر كما قلت لعلاقه الاخاء، لعلاقه اخوه بين الشعبين الشقيقين التونسي والشعب المغربي. كما قال زيدا في نفس التصريح انه فاقد الشيء لا يعطيه، لا يمكن لتونس ان تعول على الجزائر لمساندتها اقتصاديا. شيء لا يعطيه، لا يمكن على تونس ان تعول على النظام الجزائري لمساعدتها اقتصاديا وسياسيا، على اعتبار ان النظام الجزائري يعيش عزله كبيره جدا. النظام الجزائري اصبح يرتبط سياسيا بالدول بقوى للاستقرار، وبالتالي النظام الجزائري الذي لولا هذه الطفره التي عرفها سوق الطاقه العالميه لا 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 لكان الوضع مختلف على مستوى الداخل الجزائري. كيف للجزائر كيف النظام الجزائري الذي عاش خلال السنوات الاخيره على ايقاع احتجاجات يوميه للجزائريين. سفيان، معناها انا عندي بعض الملاحظات بسيطه بالحقيقه. اولا انه هذا موقف تاع محلل سياسي متابع مغربي من جملة محللين، معناها ماهوش له يعكس موقف رأي يعكس جزء له موقف رسمي، له تصريح بتاع مسؤول مغربي. لكن الشيء الثاني هو أنه هذا التصريح في جوهره في عمقه ماهوش مفاجأ ومنتظر، وكان مستبعد جدا أنه يجي محلل مغربي أو يعطي موقف مخالف للموقف المغربي الرسمي. لأنه نعرفوا أنه في المغرب ما فماش مواقف خارجة على الموقف الرسمي. ثالثا أي سيدي ميسالش في تونس تنجم تقولوا الكلام هذا وتوجه النقد الرئيس التونسي، احنا بدنا نوجهه في النقد وما عندنا حتى مشكل معناها. ولنا بربي باش نحل قوس قصير. راهو اليوم في اللحظة هذه عندنا زميلتنا منيا العرفاوي باش تتعدى قدام حاليا توا في اللحظة هذه بسبب موقفها، موقف تدوينه. ولنا نحبوا نعبروا على مساندتنا الكل، مساندتنا وتضامننا معها. دونك فوالا هذا هو معناها وضعيتنا احنا في حرية التعبير ماهيش خارقة العادة، لكن نجم نأكد لك انه خير من وضعية حرية التعبير في المغرب 100 مرة، واكتفي بهذا القدر. واضح. سفيان سفيان سيء قعدت في على حرية التعبير. طارق لا بشكل برقي، انا بيدي كيف سفيان بالنسبه لي السيد المحلل يعبر على وجهه النظر نتاعو الخاصه، ما فماش علاش نجاوبوا، ماهوش موقف رسمي، ماهوش بالاهميه نتاع موقف رسمي. وان شاء الله هو نحن كتوانسه محللين توانسه كي نتكلموا في الاعلام المغربي نجم نقولوا على العاهل المنعتي والتعليمات على العاهل المغربي، على العاهل المغربي ان يفعل على يعني انا ماذا بيا هو كيما يحكي على الفيزافي اوفيسيال نتاعو العاهل المغربي كيما يحكي زاد مع كيما قلتها وقت اللي صارت الازمه في علاقه. راهو نحن قيس سعيد نهبطوا معاه ريش مي فما يقعد رئيس البلاد هذيا وتسيتيرا نتفاهموا في بعضنا يعني ما يقلقش. اما انا متاكد اللي نجم نهبط انا فيه ريش هو ما ينجمش يهبط ريش في العاهل المغربي. خلينا نبداو واضحين فيها الحكايه هذه. هو نحكيها فما اخرين انا ما نختلف معك شويه سفيان، فما مغاربه محلين ويكتبوا وبعضهم اصلا في السجن وبعضهم خارج السجن يعملوا مواقف منتقده ربما الا في موضوع الصحراء الغربيه لهنا
حتى المعارضه فما نوعا ما في المغرب اجماع. الحاجه اللي تهمني في هذه الكلام اللي قالوا على الجزائر، مش ناخذوا من ناحيه مضمون، مش يكون قالوا هل تنجم الجزائر تعاون تونس ولا من ناحيه المعطيات تنجم وقاعده. القرض الكبير اللي خدته تونس قبل نهايه العام كانوا مش هو هنا لا ما نجموش حتى نخلصوا شهري، معناتها اللي هو يظهر لي 600 مليون دولار، ومعناتها قرض ضخم يعني اخر العام ديسمبر. الغاز ما حاجه معناتها غير الغاز الجزائري والتاجيل في الدفع وتترامى، لكن ماهيش وضعيه صحيه بركونتر. انا قلت اللي منعتنا التقييد تستوجب نخدموا على الطاقه المتجدده، وما يلزمناش نقعدوا نعاودوا على الغاز الجزائري بالطريقه هذه، نخدموا عليه مواردنا الذاتيه الى ان نجموا نبنيوا حاجه مع بعضنا نحن والجزائر والمنطقه ككل، اللي خلاصنا له في المغرب وله في الجزائر وحدها ولا تونس وحدها. نعاود راه المستقبل ماشي للكتل الديموغرافيه الضخمه، نحن قاعدين والله نضيعوا في الوقت. يعني رانا الناس تضحك علينا، قداش انتم 40 و50 يلموا بعضكم واعملوا جمعيه بالحق باش نجموا تنافسوا في العالم هذا. شنو الكلام الفارغ؟ واضح فايزة. انا توا كيما صححنا الوضع باش نحكي محلل ازاء محلل، ومحلل ازاء ضيف مغربي حل مبجلا على الاذاعه نتاعك. سال سؤالات نجاوبوا انا بسؤالات مماثله. على تونس ان تصحح علاقتها مع المغرب، نجم نقول له على المغرب ان تصحح علاقتها مع تونس. وفايزه تتذكر مليح الحادثه تعدت قدامك وعملنا حصص من الذي بادر بخطوه استدعاء السفير والاستنكار؟ هو المغرب وليس تونس. من الذي أدخل العلاقة في موجة عدائية لمناسبة حضور شخص مستدعي في مؤتمر مستدعي من الاتحاد الأفريقي للافتكار؟ هو المغرب. هذه اثنين. أيضا ما نجمش نعدي نقاش مع محلل سياسي مغربي دون أن أتحدث اللي قال هو تنكر للتاريخ وتنكر للصداقة. أعتقد أن أكبر طعنة وفيها تنكر، اعتقد هذا كلامي انا، اكبر طعنه فيها تنكر للصداقه التاريخيه بين تونس والمغرب والشعوب المغاربيه هي انك تكون ارض لاستقبال الحلف الابراهيمي وتبرم اتفاقيه مع اسرائيل رغم انف جيرانك في المنطقه اللي ما زالوا ما همش في معناها ما زالوا متمسكين بحق الفلسطينيين في دولتهم المستقله ومتمسكين بمواجهه اسرائيل ككيان غاصب. اما هو اخطر أن أستقبل عرضا زعيم البوليزاريو دون أن نعمل علاقات مع البوليزاريو، يعني استقبلنا ارتكاد وانتهى الموضوع، أو أن أستقبل إسرائيل وبالتالي ندخل للمغرب العربي جوجمة كبيرة وتقريبا ما يسمى بزوبعة جيوستراتيجية كاملة. فعلى الأخوة المغاربة أيضا أن يتفهموا أنهم ذهبوا إلى المنطقة السياسية لتشتغل عكس أشقائهم، عكس مجتمعهم العربي، عكس القضايا الأساسية تاع العرب، وبالتالي يتحملون المسؤولية في ذلك. هذا هو يعني. لا هو شوف أنا بالنسبة لي الفرصة مرة أخرى، هو طبعا حر في الرأي. الرئيس اللي أنا نحب نرجع للتصريح بتاع الرئيس الجزائري اللي قال فيه اللي زاد معناتها انه عمل لنا سرديته الخاصه للمؤامره، المؤامره اللي صايره على تونس هي مؤامره تقود فيها المغرب لانه استقبلنا السفير ابراهيم غالي. اللي الحقيقه معناتها ما نعرفش هل هو مصدقها بالفعل، خاطر انا تبعت الحوار الحقيقه كلامه دقيق في عديد المعطيات، يعني في علاقه شو معناتها دقيق، معناتها كي يقول حاجه قصيره وواضحه تبون ويؤدي الرساله. اما انا يظهر لي مش مصدق هو الكلام هذا. انا في رايي اللي المؤامره اللي صايره اذا كان فما شنو مؤامره معناتها، انا اذا كان فما مؤامره نحن عاملينها رواحنا، يعني اتفقنا على اتفاق خبراء ومن بعد تراجعنا عليه لباس، معناتها ما هو من الاول نقولوا ليه. يعني فما زاد الاشكاليه نتاع انه فما توندونس عن بعضنا. كان فما تصريح زاد قبل نذكروا نتاع تبون بخصوص مؤامره ضد الرئيس طبعا وهو يحب يقول لنا راكم راه المؤامره جايه من المغرب، وبالتالي يقعدوا يركحوا بجنبنا هكايا رايدين وانتم متاعنا ونحن ندافعوا عليكم ولادنا وتترا. مش هذه. نحن طبعا مع احترام الرئيس الجزائري نحن قادرين كتوانسه نفهموا اذا كان عندنا مشاكل، والمشاكل واضحه جزء منها ناتج علينا نحن متسبين فيها كتوانسه، باش ما نقولش الطرف اللي يحكم توا عنده مسؤوليه. كيما زاده فما وضعيه خارجيه مسؤوله على الوضع هذايا وتعقيدات كامله خارجيه هي الوضع اللي ناتجه على الوضع هذايا. المغرب بالضروره والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا ما عندهم حتى حل الا من بعد يكملوا كلهم التفركيح هذا الكل تفركيح، لانه اللي صاير على المستوى الجيوسياسي تفركيح، ويفيقوا ويفهموا انه فقط تشكيل كتله ديموغرافيه ضخمه هي اللي باش تخلينا نتنفسوا في 10 و20 و40 سنه القادمه، واولادنا يتنفسوا ويعتزوا بهالمنطقه هذه اللي عندها تاريخ عريق بالحق، واللي حتى حد ما ينجم يزايد علينا فيه كمنطقه، يعني كتاريخ للمنطقه.
واضح. شكرا لكم الناس الكل، ميرسي بوكو. كوجا كان معكم في الاخراج، ميرسي ايهاب ويمان في الديجيتال، شكرا لك سفيان بن حميده، خالد الرقيق، طارق الكحلاوي، ميرسي الناس الكل اللي تابعتنا من نص نهار حتى الماضي ساعه. تجي بحذنا ملاك باش تقدم لنا اخبار الميتيو. انا ما بقى نقول لكم كان شهيه طيبه وفي وديعه